الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه، عباره عن بانيه او ستريبس او اي حاجه. طبعا احنا عندنا صدرين من الفراخ بنقطعها كده بالطول. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. طبعا الطريقه اللي انت تحبي تقطعيها قطعيها، بس هي حلوه الطول ده. بوريك التتبيله بتاعتها. تمام. اي كميه طبعا عندك تبع الاستهلاك بتاعك. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نحط كده الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط طبعا شوية كتار من الخل. شوية كتار من الخل. وبعد كده بنحط طبعا أهم حاجة عندنا إيه؟ الزبادي. نحط كوباية كاملة من الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده حطينا كوباية من الزبادي كاملة، وحطينا فنجان كبير من الخل. وكده هنحط التوابل بتاعتنا برضو، شوية من المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وشوية من القرفة. كتريش قرفة. في ناس ما بتحبش القرفة، مش لازم تحطيها، بس والله دي بتدي برضو طعم حلو للستريبس بتاعنا. وشوية من الكزبرة، وشوية من الجنزبيل، وتوم بودر. تمام. وبرضو شوية من البابريكا المدخنة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. متقطعش من الكيس اهو. وطبعا نعصر ليمونة حلوة كده. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ليمونة 2 تبع اللي عندك، بس هو حلو بصراحة لما بيبقى المزازة تحت الليمون والخل معانا بتبقى حلوة كده. وشوية صغيرة معلقة كده من ايه التوم الزيت. كل التوابل كده حاطينها. وادي معلقة تاني توم تاني. تمام. بنقلبه كويس كده. يا ريت تسيبيه شوية كده منقوع في كل الخلط ده عشان يشرب من الملح. نحط شوية من الملح. شوية من الملح حطيناها. تمام. تمام. وده الشكل الخلطة بتاعته. تمام. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس. ونقول ايه، بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.